من الشعر لحكمة. لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. وكم في الناس ما ينتشر مرض اسمه الحسد. إن أعطاك الله عز وجل نعمة حسدوك، وإن رزقك الله فضلا حسدوك، إن تزوجت امرأة جميلة صالحة حسدوك، وإن تفوقت في الدراسة حسدوك، وإن رزقك الله الولد حسدوك، وإن كنت داعية ناجحا حسدوك، وإن كنت حافظا للقرآن حسدوك، وإن كان الناس فيهم مرض الحسد بقي معهم منذ أن عصى إبليس ربه عز وجل حسدا لآدم عليه السلام إلى هذه اللحظات. وهذه المعصية الإبليسية موجودة في قلوب كثير من الناس، ولكن لا تهتم ولا تبالي بهذا المرض، ولا تبالي بالحاسدين، ولا تهتم لكلامهم، ولا تتأثر لظلمهم. قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب ريح العود. لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمى على المحسود. نعم والله، لولا حسد فلان لما ظهرت النعم ولما تبينت النعم. فلا تهتم ولا تبالي ولا تتضايق، فالناس فيهم ظلم، ومن ظلمهم ذلك الحسد. ولهذا أمرنا الرب عز وجل بالاستعاذة منهم ومن شر حاسد إذا حسد.